وجهت الطفلة آنيا ابنة الفنان رضا ستيساز القابع في السجن رسالة خطية مؤثرة إلى مدير قناة النهار أنيس رحماني، كشفت فيها عن معاناتها النفسية بعد مرور شهر من سجن والدها إلى درجة توقفها عن الدراسة. وقالت الطفلة آنيا في مستهل الرسالة: أنا ابنة المجرم الخطير المغتصب الإرهابي القاتل وسارق أموال الشعب رضا ستيساز، الذي اتهمته في قناتك أنه مزور ومبيض أموال. وقالت أيضا: اليوم يمر شهر على تحول أبي إلى مجرم خطير موجود في السجن رغم تأكدي من براءته، وتمت محاكمته في قناتك قبل المحكمة والقاضي. وتروي الطفلة بشكل غير مباشر تدهور حالتها النفسية حين تقول: صديقاتي كلهن سمعن بالقصة، خاصة منذ انتشار صور أبي وفيديو خروجه من المحكمة كأنه مجرم خطير أو إرهابي، رغم أنه حتى الآن لم يثبت أي دليل ضده. لقد غادرت المدرسة التي كنت أحبها منذ مدة، رغم أني كنت الأولى السنة الماضية ومعدلي 19، وتحصلت على أعلى معدل في المتوسطة. وأضافت: السيد أنيس رحماني، شاهدت فيديو لك في اليوتيوب تقول فيه إنهم ظلموك وشتموا والدك رحمه الله وزوجتك وشهروا بك. إذا كنت تعرف معنى التشهير فلماذا شهرت بأبي الغالي وأمي وأخي، رغم أنه إلى حد الآن لم يثبت عليه أي دليل، وكل ما قلته عنه في قناتك كذب في كذب. وقبل أن تستدرك قائلة: قررت أن أعود إلى المدرسة بكل قوة وأجتهد أكثر فأكثر لكي أصبح قاضية وأرجع حق أبي. وأضافت: لماذا تفعل بي كل هذا رغم أنه قبل دخوله السجن في حياتك لم تتجرأ عليه بكلام، بل أكثر كنت تمدحه كثيرا عندما تتصل به، بل وجدت صورة لك معه في الإنستغرام في باريس. ثم قالت: أتمنى أن يكون لي أب غائب لكن رجل وعطوف، وأفتخر به على أب حاضر لكنه خسيس. وفي الأخير ختمت بالقول: السيد أنيس رحماني، والله لن أسامحك لا دنيا ولا آخرة، وعلى كل ما فعلته لأبي العزيز، وتفكر دائما أنك حرمتني من أبي روحي، ولا تنسى أنه لديك أولاد.